بتمنتج على كاب كات؟ طب تخيل تعمل انيميشنز على كاب كات شبه افتر افكت من غير ما تتعلم افتر اصلا. في الفيديو ده انا هشرح لك 4 انيميشنز احترافيين جدا هيغيروا شغلك تماما ويخلوه بروفيشنال على الاخر. انا خالد وبعلمك كاب كات بشكل متقدم عشان تقدر تعلم مستواك وبالتالي تجيب فلوس اكتر. من غير كلام كتير يلا بينا نبدا. اول حاجه هنضيف تكست. امسح تكست، دوس مسطره، علي الفونت سايز على الاخر، تعمل باك جراوند خليها لونها ابيض. هنعمل كومباوند كليب وهنفتح الفيديو اد ماسك ريكتانجل ماسك، خد راوند نسعى على 40. هنعمل دوبليكيت، هنخش كومباوند كليب وهنختار حاجة ايه جراي كده شوية. هنعمل كومباوند كليب تاني لللاير عشان نطبق ماسك كمان. نفتح ماسك السبليت وهنعمل على الفيذر بالشكل ده. هنعمل دوبليكيت لللاير البيضة اللي تحت، خلونا بالشكل ده. عظيم جدا. نعمل كومباوند كليب كمان عشان نطبق ماسك تاني، وهنختار ماسك السبليت، نخلي الفيذر 20 بالشكل ده، وهنمشي في الأول نخليها كده، نحط كي فريم على الماسك وهنمشي 3 ثواني وهنخليها كده بالشكل ده، أو ممكن نمشي ثانيتين، ممكن نمشي ثانيتين ونص. نفتح الجراف show variable speed وهنعمل اوتو كيرف على كل كي فريم، لحد كل فريم نعمل له اوتو كيرف، وهنيجي عند ده نسحبها كده بالشكل ده. عظيم جدا. اقفل من الت كي كده. نضيف تكست، نكتب فيه مثلا 80 ونحطها هنا بالشكل ده في الأول، وهنحط كي فريم على الترانسفورم وهنمشي مدة الانيميشن، وهنمسك دي هحطها هنا بالشكل ده. هنضغط على اللاير ونفتح الجراف من الت كي. مش هنستخدم بريسيت، هنعمل اوتو كيرف لكل كي فريم، سيلكته بالشكل ده وتمسك، هيبقى معانا بالشكل ده. هنقفل من الت كي، هنسلكت كله كنترول ايه ونعمل كومباوند كليب ونحط ديب جلو بالشكل ده. عظيم أوي. ممكن تضيف لها موشن بلور هيخلي الانيميشن في حتة تانية. خلي مثلا على 60. أول حاجة هنعمل باك جراوند، نجيب تكست، نمسح التكست، ندوس سبيس، نعمل الفونت سايز على الآخر، هنعمل باك جراوند وهنخلي لونها بالشكل ده. هنعمل دوبليكيت وهنخلي لونها أغمق بالشكل ده. هنعمل كومباوند كليب، نفتح الماسك، اد ماسك سيركل انفرت، بعدين نعمل بالشكل ده كومباوند كليب، نعمل فريز عشان ما يحملش على التايم لاين بتاعنا. نمسح الكومباوند كليب كده. الباك جراوند معانا جاهز. هنضيف تكست، نكبره شوية، نضيف ستروك خليه على 10، نظبط اللون خليه اللون ده، ممكن أغمق سنة، ونخلي لون التكست أخضر بالشكل ده، ونعمل لهم كلهم كومباوند كليب. جميل جميل. الغي دلوقتي. نضيف تكست، نكبره بالشكل ده، امسح التكست، دوس مسطرة، فونت سايز على الآخر، وفعل باك جراوند وهنجيب اللون ده. جميل. نعمل كومباوند كليب ونفتح الماسك، اد ماسك، وهنختار البن تول دي وهنعمل بالشكل ده. نعمل كأننا بنعمل ويفز بالشكل ده. هنفعل اللاير دي وهنخلي اللاير دي تحتيها. هنقف على اللاير اللي فيها التكست ونفتح الفيديو وريموف باك جراوند كروما كي بالشكل ده، نلاقي فيه حواف. نعمل كلين اب ايدجز او ازود انتنستي شوية. هنمسك دي، ارفع اللي فوق يا باشا، صغر شوية،
بالشكل ده. لو احتاج تعدل الماسك نعدله زي الفل. الخطوة الجاية ان احنا هنلغي اول حاجة اللينك بتاع السكيل، وهندوس كي فريم على الترانسفورم، وهنمشي للاخر، وهنجيب اللير دي كده شوية نسحبها يمين. في نفس الوقت هنيجي عند سكيل ويدث ونكبرها بالشكل ده، نزق الكي فريم للاخر. هيبقى معانا هتبقى معانا اللير بالشكل ده. بس قبل حاجة عايزين نخلي دي كده، نجيب دي كده شمال شوية بالظبط. هنطلع بس اللير فوق شوية عشان تبقى باينة. ممتاز جدا. نعمل دبليكيت الكومباوند كليب ده. جميل. هنخش جوه الكومباوند كليب وهنغمق اللون بتاع الباك جراوند ده شوية. عاوزين نعمل له ماسك، هنفتح الماسك، هنلاقي معمول ماسك قبل كده فهنعمل له كومباوند كليب تاني. نفتح الماسك في المستريب ونعمل ده كده عشان يدي شوية واقعية. عظيم أوي. نرجع كده نجيب افكت بلور بالشكل ده، ننزله تحت، هتقلل البلورنس شوية. سيلكت كل حاجة، كومباوند كليب، افكت ديب جلو. مبروك عليك يا معلم. مبدئيا هنعمل تكست وهنكتب حرف ال O. كبر من السكيل بالشكل ده، وهنخلي اللون دارك شوية بالشكل ده، وهنعمل دوبليكيت وهنخلي اللون فاتح. هندور على انيميشن اوت اسمه كلوك وايب، نطول التكست شوية، نخلي الديوريشن على 5 ثواني. هنجيب تكست نكتب رقم مثلا 1 أو 5، ونختار الفونت نكبره بالشكل ده. نعمل دوبليكيت التكست ونكتب سكند بالشكل ده، وهنيجي عند كل ثانية نقطع هنا، ثانية أولى، تانية، تالتة، الرابعة، وادي ال5 زي ما هي. نكتب هنا 4، هنا 3، وهنا 2، وهنا 1. محتاجين نغير الفونت ونخلي لونهم فاتح بالشكل ده، ونعمل لهم دوبليكيت نخلي لونهم أغمق، ونعمل لهم كومباوند كليب، ونفتح الماسك اد ماسك سبليت، اقلب الماسك بالشكل ده. سلكت كل حاجة واعمل Alt G كومباوند كليب. هنجيب افكتس كلو 2 ونرميه على اللايرز بتاعتنا. هيبقى معانا الافكت بالشكل ده، ولا اروع ولا اجمل. هنضيف تكست وهنمسح التكست وندوس مسطرة وهنكبر الفونت سايز للآخر. هنفعل الباك جراوند وهنجيب اللون بالشكل ده. هنعمل دوبليكيت التكست وهنغير اللون من الباك جراوند، نخليه حاجة أغمق شوية. نعمل له كومباوند كليب، نفتح الفيديو، نفتح ماسك وهنخليه ماسك سبليت بالشكل ده، وهنعلي الفيلر. نعمل الاتنين كومباوند كليب، نعمل ماسك ريكتانجل ونخلي الراوندنس بالشكل ده. ده بقى البيز بتاعنا. عشان نخلي الموضوع أحلى هنعمل دوبليكيت وهنيجي عند اللير تحت، هنمسح الكلام ده كله، نخليها لونها أبيض، بعدين نطلعها فوق سنة بسيطة عشان يدينا ايه حواف 3D بالشكل ده. بس ايه، بلاش تكون ابيض، احنا هنخلوها افتح لون من اللون ده. يعني نمسك كده اللون ده ونعمل لون فاتح جدا منه، هيبقى معايا بالشكل ده، بس هنخلوه ايه يطلع فوق سنة بسيطة. بعدين هنضيف الصورة، نحط على افكت الماسك بالشكل ده. جميل. بعدين هنعمل دوبليكيت لللاير دي هنعمل دوبليكيت، نمسح دي ونعمل اندو كومباوند كليب بحيث يكون معانا الطبقة الغامقة دي. كمان هنغمقها كمان سيك، هنصغرها هنا بالشكل ده. هنجيب السهم ده، بعدين هنعمل دوبليكيت اللير دي نخليها فوق خالص، بس نخليها هنا 0، وهنخلي لونها أبيض عادي. هنعمل لها كومباوند كليب تاني، نفتح الماسك ونظبط مقاساتها كده بالشكل ده، نخلي الراوند ده على الآخر، بعدين نعملها انفرت، بس هنصغرها شوية من هنا. جميل أوي. هنصغرها بحيث تبقى معانا بالشكل ده. بس أنا حاسس إن احنا ممكن يعني نكبر الستروك شوية. تهيألي كده عظيم جدا. هنجيب التكست ونكتب كومنت
بعدها بشوية نقطع هنا ونضغط لينك مثلا أو أيا كان أنت هتكتب إيه، ونخلي ده الأنيميشن بتاعها تايب رايتر وليكن كده، بس خليها 2، ونخلي ده الفيد أوت، نخليها فيد أوت بالشكل ده، نخليها على 2 مثلا. نيجي نعمل كل ده كومباوند كليب ونطبق عليه افكت الجلو. ممكن بقاش نطبق عليه افكت الجلو عشان الصورة بتبقى باهتة معانا، ممكن نمسح افكت الجلو، نخش جوه كومباوند كليب، ضيف افكت الجلو فوق كل حاجة، وهات الصورة فوق خالص بالشكل ده. ممكن نكبر الصورة سنة، نعمل دبليكيت للصورة ونكبرها سنتين، بعدين نضغط على adjust curves نخليها بيضة. بس احنا مش هنسيبها بيضة بالشكل ده، هنجيب افكت اسمه نيجاتيف داخل اطار، سايز فلتر 100، كل ده صفر مع ده. نخلي اللون اول حاجة اصفر، نعملها دبليكيت ونخلي هنا اللون برتقاني بالشكل ده، ونخلي طبقة الاصفر فوق، ونفتح الماسك نعمل لها كومباوند كليب عشان الماسك يتظبط، سبليت، يبقى معانا هنا بالشكل ده. نحط الطبقتين دول تحت افكت الجلو، ادي يا معلم. تعال بقى نخلي الامور اكتر حلاوة، نجيب مثلا الصورة دي كده، نجيب الهيد بتاع الماوس بتاعنا بالشكل ده ونطلعه برا، نحط كي فريم هنا وندخله جوه الكادر بالشكل ده، ونخلي مثلا في الأول يكون يلف كده، نحط له جراف كواديز، نحط له كواديز بالشكل ده. وهنيجي هنا ركزوا معايا في الحتة دي بقى، نحط 3 كي فريم، واحد ونمشي 2 فريم، واحد تاني نمشي 2 فريم، واحد تالت. عند اللي في النص ده هنصغره السكيل شوية، يبقى معانا بالشكل ده جميل. نخلوها ايزنج ممتاز أوي. نفس 3 كي فريم هنيجي هنا نحط كي فريم، هنحازيهم مع ال3 دول، كي فريم هنا وكي فريم هنا، ونقف عند الكي فريم اللي في النص ونصغرها سنة، ونخليهم كلهم ايزنج بالشكل ده، هيبقى معانا بالشكل ده. عشان نزيد بقى الامور حلاوة اكتر واكتر، هنعمل حاجة بسيطة خالص. نفس ال3 كي فريم دول هنفتح adjust ونروح على الاكسبوجر، نعمل كي فريم اكسبوجر، نفس ال3 كي فريمات، كي فريم اكسبوجر هنا جميل اوي، عند الكي فريم اللي في النص نعمل الاكسبوجر. بعدين هنيجي ناخد بيس فريم كده من اللاير دي نحطها تحتيها، وعند الكي فريم التاني نوقف هنا بالشكل ده، وهنحط كي فريم للسكيل وكي فريم للأوباسيتي، وعند تاني كي فريم هنكبر بالشكل ده وخلي الأوباسيتي 0. نحط له افكت بلور، خلي بس الأوباسيتي في الأول 50% عشان متبقاش ظاهرة.